طارت معزة. السلام عليكم يا عباد الله. شوفوا هادشي، بعد ما حللنا 47 عملية تبين لينا باللي ماشي غير شفار عادي هاد الولد. هذاك راه برهوش داغر، خدام بطريقة مقسمة ومنظمة على 3 تخصصات. ماشي هزار ولا صدفة، هذه طريقة خدمة منظمة. يلا نغوصوا في الخدمة ديالو باش نعرفوا شنو واقع. شوفوا الهدوء ديالو مزيان. فاش يلقى عائلة دايزة في الزنقة ما كيطيرش من الحومة ولا كيهرب، لا لا لا، كيدخل معاهم بحال شي واحد من العائلة، كيضحك معاهم، كيضرب لها تصويره، وها هي البيكالات الزور وسط الضحك. الناس كيقولوا راه ولدهم. وهذه ماشي سرقه، هذه مناورة الاندماج العائلي، تقنيه باش يخلي الشبهه تمشي في الهواء. وملي يلقى شي مسين في الطريق ما كيديرش الضحك الخفيف ولا ابتسامه بالصدفه، لا، كيتعامل معاهم بحال واحد مهذب بزاف، يسلم، يدير نكته صغيره ويتقلب عليهم بالاحترام حتى ينسى راسو. طلع مع الدروج هنا بحال هكا. هو هذا ماشي لعب، هذا دبلوم في علم النفس العكسي. الاحترام هو الستار اللي كيغطي الفعل. وفاش يبقاو كيتمسكوه راه ما غاديش يواجه المشاكل بالبكاء العادي، لا لا، كيدير مسرحيه كامله، دموع بصيغه HD، صوت مبكي مزيف، وادعاءات من الخيال. والله ما عاود بغيت غير الحمام. دابا شحال من غير المان، شحال من حاجه ديتي من هنايا، كروسه ديال المعاقين ديك النهار، ها ياك ديتي كروسه ديال المعاقين. كانوا معاك شكون هما دوك اللي كانوا معاك؟ اللي كان معايا وحنين وسميتو والدراري. دابا شكون كيصايبك حتى كيقول لك سير تطلع السطوحه ديال عباد الله؟ انا اللي كتقول لي دابا مرات ملي شدني قلت لها اري لي الفلوس. شكون هي هادي؟ قالت لي راه شكون هاد آية هادي؟ تجيني من العائله سميتها، يقولوا لي في دار الشباكات. تسكن في الصف ديال الحوسه وانت قدوكا وكتشفر طلع السطوحه ديال عباد الله ودير الحوايج ديال عباد الله. اخر مره والله ما راه غنعيط لك للبوليس. قولوا للبوليس هاد الهضره هادي. ها حق المصحف ما بقى نقول. اخر مره بقى تشوفني هنايا، بقى تشتيني هنايا عيط لي البوليس. وهذيك الصدار اللي ديتك لها الزنقه 23 شحال من المانطه ديتو من هذه؟ 5 لمان ومحشوماش وليدي، محشوماش قد دكا. ما تعرفش تقرا؟ ها انا دابا راه غادي دابا كيصيفطوك الكبار. لا والله تكبر من دافع بعيد ماشي كبار. ها تكبر من دافع بعيد ماشي كبار. شكون اللي دار المنطق؟ صيفطوا هذا يجيب هذيك اللي كدير المنطق. انا نعيط لهم قطع. والله ما عاود بغيت غير الحمام. الناس كتبعدل بين الشفقه والضحك، والمعنيين كيقدروا يجريوها ويرجعوا ما عرفوا يقرروا شنو يديروا. هذه هي الخدعه، الدموع كسلاح تفاوضي باش يتسمح ليه الجو. قبل ما نكملوا شدوا شويه وتصيفطوا اللايك والاشتراك باش تبقاو تابعين لينا في التحليلات اللي كتخليك تقرب وجهك للشاشه وتضحك وتصرخ في نفس الوقت. دابا نمروا للتخصص الثاني، كيفاش كيشفر الموبلات والعمارات. هنا الولد ماشي كيهرس الباب ولا يكسر القفل، هو كيخدم بالعقل قبل اليد. هو كيغني كيعطس لا لا لقيت هذا مشاور الطوموبيله مشات. أول حاجة الانتركوم، يوقف قدام الباب يكلم زور طفولي بلا مبالاة ويقول السلام عليكم أنا ولد فلان حلوا الباب. والناس كيطيروا عليه الرحمة ويفتحوا عليه الباب بحال شي هدية. هذه أسهل عملية اختراق بالصفر درهم خسارة، ما كتخلفش دليل وما كتعطي حتى أثر. ومن يدخل ماشي فقط يدخل ويخرج، لا، كيراقب الكاميرات، كيشوف فين العين المزدوجة وفين الخلا، كيحسب فين يخرج بلا محاسبه. بحال اللي انت مالك GPS داخلي. البلايص اللي ما فيهمش مراقبه هما الاهداف الامنه. راه ماشي غير طفل تكريت، راه مدير عمليات صغير اللي كيحمي الاصول ديالو مسروقات قبل ما يخرج. الضحك في هذا المشهد هو في العكس، عقليه ديال المخابرات في جسم طفل. ومن بعد التخصص الثالث، كيفاش كيشفر المحلات. هنا تفنن في التمويه والسرعه داخل المحلات.
التكتيك الاول هو الجلوس في الكاونتر، يدخل محل يقلب بحال زبون، كيدوي مع البايعين وكيبقى كيتفرج وكيتحرك بلا ما يدير عيا ولا تصرف مريب. وراها تحته مركبة الهروب الرسمية، شي حاجة صغيرة مخبية ولا لحظة الانسحاب اللي كتجي في اللحظة المناسبة. الناس كتشوفه وكتفكر راه زبون عادي، وحينها ترقاق السبعة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ايش البلد اللي يديو بالطريق ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. التكتيك الثاني هو التدريب الصغيرة، الكتمان والحاجات الرخيصة، ماشي باش يسرق ماشي عمرته، لا، باش يدير التدريب لليد ويسقل السرعة ديالو. هادشي بحال لاعب كرة كيدير التمارين قبل الماتش الكبير، التكرار، السرعة، السيطرة. والتكتيك الثالث هو الهروب العفوي، من بعد ما يحرك ما كيهربش بجري الجنون ولا صراخ، هو كيطلع للتويتنات ديالو ولا دراجة بشوية برودة، الناس تشوف بحال اللي شرا الحاجة وخرج. الهدوء هنا سلاح، والضحك كيجي من كيفاش الناس تبقى محتارة واش هاد الولد شرا ولا سرق. ما الهدف من هذا الفيديو؟ ماشي نعلموا الناس كيفاش يسرقوا، بالعكس الهدف نفهموا الظاهرة باش نلقاو الحلول، توعية، دعم اجتماعي، وبرامج تربوية للأطفال اللي وصلوا لهذا السلوك. العقل صغير اللي ما فيش توجيه ممكن يكبر ويولي مشكل حقيقي، وما خاصناش نردوا عليه غير القسوة، لا، خاص دخل وتمريس ودعم. قبل ما نسدو مرة أخرى ديروا لايك وشاركوا الفيديو باش يوصل للناس، وصيفطوا لنا التعليقات على واش باغين حلقة على كيفاش نردوا الثقات للجيران ولا طرق الحماية البسيطة في العمارات. هاد الولد ماشي صرفار عادي، راه بروفيسور في السرقة على قدو، ولا الأقل عنده طالون في التمويه. تهلاو في راسكم، سدوا لانتركم وخلوا الحارس يزيد يقولها في القهوة ديالو شوية. نتلاقاو في التحليل